السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم ويا مساء الفل عليكم. العودة من بعد الغياب، كل فيديو العودة من بعد الغياب، ولكن الغياب المرة دي كان مبرر يعني. موسم ليفربول ما كانش أحسن حاجة بصراحة يعني، حتى بعد ما خرجنا من Champions League ويعني الماتشات المهمة قلّت، خلاص ما بقاش في يعني بقيت يعني أنت لازم تعمل لي follow على الفيسبوك دلوقتي يعني قبل ما أكمّل أي حاجة لازم تعمل لي follow دلوقتي على الفيسبوك، لإن أنا بانزّل حاجات كتير أوي هناك videos وposts وحاجات كتير وبابقى يعني طول الوقت متواجد يعني وباتكلّم على طول، بس تعمل لي follow على الفيسبوك دلوقتي وعلى التيك توك برضه. هنا اللي أنتم عارفين يعني اليوتيوب هو باتكلّم فيه بقى على الحاجات المهمة وكده، ولكن ما أعتقدش إن موسم ليفربول كان فيه حاجة مهمة غير رحيل صلاح يعني، خلّصنا الخامس والحمد لله سلوك مشي يعني دي أهم حاجة وأهم فرحة. ولكن الحدث الأهم اللي خلّاني أرجع وهو كأس العالم، الحدث اللي بييجي كل 4 سنين، الحدث اللي كل جماهير الكورة بتستناه وبتنتظره وبتتفرّج عليه، فيعني ما فيش أهم من ده حدث يعني بيخلّيني أرجع تاني للساحة اليوتيوبية. إن شاء الله النهارده هنتكلّم على منتخب بلدي ومنتخب مصر وتوقعاتي لكأس العالم وهنعمل إيه في كأس العالم وعلى الماتشات الودية وعلى القايمة وكل حاجة، فالفيديو إن شاء الله يبقى حلو كده ويعجبكم، اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات وشيروا الفيديو في كل حتة مبدئيًا كده أول حاجة نتكلم عليها هي قايمة المنتخب. قيمة المنتخب يعني أنا بالنسبة لي ما كانش عليّا فيها أي خلاف، كنت شايف إن الاختيارات كلها منطقية، يعني طبعًا جدل الواسع وأكبر جدل هو كان هُم جدلين يعني، ولكن الجدل الأكبر هو جدل مصطفى محمد وإزاي ما ياخدوش قايمة المنتخب. أنا من رأيي أنا شايف إن مصطفى محمد يعني مصطفى محمد لعيب كبير، لعيب كبير جدًا، ومن اللعيبة اللي أنا باحبها جدًا، ومن اللعيبة اللي فعلًا يعني بتيجي منتخب بتلعب كويس وبتأدّي وبتلعب كل اللي عندها، ولكن حسام حسن قرر إن هو يريّح دماغه، ودي حاجة أنا ما اقدرش ألومه فيها، لإن أنت وجود لاعب زي مصطفى محمد بجماهيريته الجماهير طبعًا هو محسوب still على نادي الزمالك يعني، فطبعًا جماهير الزمالك بتحبه وبتدعمه، زي أي لاعب بيمشي من الأهلي وبيفضل برضه جماهير الأهلي بتدعمه. طبعًا هو عنده جماهيرية، فلاعب زي ده هو حسام حسن مش هيعتمد عليه ومش هيحب إن هو يكون موجود، يعني مش هيلعب بيه ومش في أفكاره، فطبعًا ركنته على الدكة عملنا له صداع، طب نزّل مصطفى محمد، طب نزّل مصطفى محمد، زي ما حصل في كأس الأمم يعني الموضوع مش بعيد. هو بقى عايز يريّح دماغه وعايز يلعب باللعيبة اللي عنده، عايز يلعب باللعيبة اللي مقتنع بيها، فعشان كده ما خدش مصطفى محمد، وده بالنسبة لي تبرير يعني ما فيهوش أي مشكلة يعني عدم أخده لمصطفى محمد بالنسبة لي مُبرر، مفهوم، إن هو مش عايز وجع دماغ، عايز اللعيبة اللي هو يقدر يستفيد بيها، عايز اللعيبة اللي هو يقدر يوظّفها وتناسب خطته التكتيكية وتناسب فكره، ومش عايز اللعيبة اللي تجيب له صداع. طبعًا المشكلة التانية وهي حسام حسن ما خدش لعيبة كافية من الزمالك. أنا برضه بالنسبة لي يعني اللعيبة اللي كانت تستحق تروح من الزمالك هو ممكن محمد إسماعيل بدل ياسر مثلًا إبراهيم، و محمد شحاتة بدل دونجا. غير كده أنا بصراحة مش شايف يعني أي لعيبة تستحق إنها تكون متواجدة في المنتخب يعني. أصلًا معجزة الزمالك السنة دي إن هو خد الدوري، إن هو ما كانش عنده لعيبة، فبأي أمارة أنت عايز أي لعيبة تتاخد المنتخب، يعني أنت كنت بتقول على الأهلي فرقة المليار وفرقة اللعيبة الكتير طبيعي هم دول اللي هيروحوا المنتخب، يعني نجوم الزمالك في الدوري كان بيزيرا، عماد الدباغ، ممكن ناصر منسي وعبد الله السعيد مثلًا. ف فيعني الاختلاف على 3، 4 أسامي يعني أو اسمين 3 كمان. أنا بالنسبة لي محمد شحاتة ومحمد إسماعيل يعني كان ممكن يكونوا متواجدين، يعني اللعيبة كانت كويسة عملت season كويس، بس طبعًا بسبب الظروف اللي مَر بيها محمد شحاتة، فأعتقد إن ده يعني حاجة في الحسبان. محمد سعيد كان ممكن يبقى موجود لإنه لاعب مجتهد ولاعب كويس، غير كده أنا مش شايف بصراحة أي مشكلة في القايمة، ومش شايف إن إحنا أو عامةً هي أي قايمة منتخب في العالم بتنزل هتلاقي عليها انتقادات وهتلاقي ناس الجماهير نفسها لعيبتها تروح ده طبيعي، ولكن أنت لو قعدت تقول كل ده يعني هو still مدرب المنتخب مدرب المنتخب، وهو اللعيبة اللي مقتنع بيها هو اللي هياخدها، فأنت كل اللي بتعمله بس بتقول رأيك، طبيعي أي قائمة منتخب هيبقى عليها جدال، وده شيء مش يعني مفروغ منه طبعًا يعني مفهوم إن أي قائمة بتنزل بيبقى عليها جدال هنا في مصر أو في أي بلد طبيعي، ولكن أنا باحس إن الموضوع هنا في مصر كتير، وباحس إن الموضوع زايد. ولكن يعني ده كده دي جزء من الكورة يعني، وأنت مستحيل تغيّر حاجة زي كده يعني. طب كده تمام خلّصنا من القايمة، خلّينا نخش على الماتشين الوديين اللي لعبناهم وهُم مباراة روسيا ومباراة
البرازيل، وفي قبليها طبعًا ماتش السعودية وماتش إسبانيا، ولكن ده كان من فترة. لكن أنا بالنسبة لي ماتش السعودية كان حاجة تجربة مميزة جدًا، قدرنا إحنا نكسب ونزوّد ثقة، وماتش إسبانيا نفس الكلام، قدرت تتعادل 0-0 مع بطل إسبانيا، سوري بطل أوروبا والمرشح الأول للقب بتاع كأس العالم، ففرقة كبيرة قدرت تتعادل معاها في ملعبها يعني بأداء كويس، رُحت بكورة أو كورتين طول الماتش بتدافع، وده الطبيعي يعني أنت بتلعب قدّام بطل أوروبا، فده شيء طبيعي إنك تكون بتدافع. ماتش السعودية قُلت ده كان يعني بالنسبة لي ماتش يزوّد ثقة شوية ونجيب أجوان ونعمل ماتش حلو ونكسب score قدّام فرقة عربية شبهنا وكده، شبه إيران برضه يعني فدي كانت تجربة مميزة. بالنسبة بقى لماتش روسيا وماتش البرازيل، ماتش روسيا طبعًا بالنسبة لي كان ماتش مهم جدًا، إن إحنا لعبنا فرقة وفكر مختلف تمامًا، فكر العنف والضغط، وكان منتخب روسيا كان بيضغط علينا عالي كتير، وأنت طبعًا أكيد هتلاقي فرقة بتضغط عليك عالي كتير زي ما حصل امبارح طبعًا. ففكرة إن أنت واجهت الفرقة دي وكنت بتلعب معاها كويس ورُحت بكذا هجمة، وبرز لعيبة زي زيكو بالنسبة لي من اللعيبة الكويسة أوي بصراحة، يعني لعيب ذكي، لعيب ما بيخافش، هو ذكي حرفيًا يعني، لعيب ما بيخافش، لعيب جريء، لعيب عنده لمسة حلوة، لعيب عنده finish حلو، النهارده قدّام أليسون بيكر أحسن لعيبة في الone on one، دخل حط الكورة بكل أريحية، فحاجة في قمة السلاسة يعني، فلعيب ممتاز واختيار يبين إن حسام حسن مش بيجيب أي لعيبة يا جماعة، وبيجيب اللعيبة اللي هو عارف إنها تطبّق الفكر بتاعه، عارف إنها هتفيده في الملعب. فماتش روسيا بالنسبة لي كان ماتش مميز جدًا كويس إن إحنا كسبناه، في كام لعيب بان إن هم شادين حيلهم في كأس العالم ده، فكان ماتش كويس، فرقة بتضغط عليك، فرقة ناشفة، فرقة solid شبه إيران شوية، ففرقة كويس يعني هتقابل زيها في كأس العالم، فكويس إن إحنا لعبناها. ماتش البرازيل بقى، ماتش البرازيل فيه حاجات كتيرة أوي عايز أتكلم فيها عن ماتش البرازيل، من أول التشكيل بقى وكل حاجة لحد آخر دقيقة في الماتش والتبديلات وكل شيء وتغيير الخطة مرتين كل ده عايز أتكلّم فيه. أول حاجة طبعًا إحنا بدأنا الماتش ب4 ورا، 2-6 و 3 مهاجمين. ال4 ورا كانوا ياسر وحمدي فتحي، هاني وفتوح، مهند لاشين، مروان عطية، تريزيجيه وزيكو وعمر مرموش. أنا بالنسبة لي التشكيل يعني ما كانش فيه أي مشكلة، التشكيل كان جميل وكل حاجة، 2-6 بتلعب البرازيل، شيء منطقي، شيء مفهوم، شيء جميل، شيء مُبرّر يعني. المشكلة بقى الكبيرة اللي في ال4 المدافعين، أو يعني خلّينا نتكلّم على ال2 سيرد باكات اللي هم ياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ونمسك حمدي فتحي بالتحديد. حمدي فتحي كان بيلعب سيرد باك في كاس أفريقيا، والموضوع كان ناجح وجميل وكان لذيذ وقشطة. دلوقتي الموضوع مش ناجح ولا لذيذ ولا قشطة، لإن حمدي فتحي كارثة في التغطية، كارثة. إحنا كَم الكور النهارده اللي عدِّت بجانب حمدي فتحي وهو مش واخد باله كتير ولا تُعَد ولا تُحصى، مش ممكن. حمدي فتحي اللعيبة بتقطع في ضهره يعني زي الخياطة، بيقطعوا في ضهره زي الخياطة، مش ممكن. تياجو، رافينيا، فيني، مش ممكن، مش ممكن. فيعني حمدي فتحي السيرد باك دي يعني محتاجة تتنسي بصراحة. عندك من السيرد باكات يا حلولي، عندك عبد المنعم، عندك حسام عبد المجيد، عندك أهو 2 جامدين، عندك رامي ربيعة، عندك 3 لعيبة في السيرد باك، بلاش افتكاس ولاعيب نُص الملعب تلعبهم نُص الملعب، بعد إذنك. يعني مش عايزين افتكاس، أنت عندك 3 مدافعين، واخد مدافعين بالهبل، فيعني ما لهاش لازمة إنك تلعب بنُص ملعب سيرد باك. عندك رامي ربيعة، عندك عبد المنعم، وعندك حسام عبد المجيد، بجانب ياسر لو أنت خلاص مسستم ياسر إن هو هيبدأ مليون في المِيّة، خلاص عندك 3 مدافعين تلعب بيهم، مش لازم حمدي فتحي يلعب سيرد باك، عادي لعّبه نُص ملعب، لعّبه defender جنب مروان عطية، وبلاش مهند لاشين، مهند لاشين لعيب جميل وكل حاجة، ولكنه مهند لاشين يعني بطيء شوية، بطيء شويتين، يعني في الريتم بلجيكا وإيران يعني مش هنعرف يعني نحل الليلة دي. النهارده الجون يعني أنا باقول النهارده طبعًا لإن الماتش كان بعد الساعة 12:00 يعني. النهارده مهند لاشين كان كويس، يعني هو أول هزّة وطبيعي يعني اللعيب ليه غلطات، وإحنا بنلعب ماتشات وديّة عشان نغلط، مش باقول إن هو ما يلعبش، مش باقول إن هو، لكن لو أنت حابب حمدي فتحي أوي وعايزه يلعب، يا ريت ت ت ت تلعبه نُص ملعب وتضحي بمهند لاشين. أنا شايف لأ، أنا شايف حمدي فتحي يبقى دكة عادي، تلعب مهند لاشين ومروان عطية زي ما أنت، أو يعني إمام عاشور ومروان عطية، يعني هي دي برضه أنا شايف إن إمام ما ينفعش يخرج من الملعب بسبب اللي هو عمله امبارح. لعيب رايق، لعيب ما بيخافش، لعيب أول كورة خدها راح شاط، ما عندوش الرهبة، لعيب بيرقّص عادي، لعيب بيلعب الباص
ممكن يضرب خطوط عادي لانه وما يخافش ان هو يتقطع، فلعيب مميز. ما ينفعش امام عاشور ما يكونش في الملعب بصراحه، لان هو بيدينا حلول كتير قوي 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 في نص الملعب، وانت اساسا ما عندكش الحلول دي كتير، ومحتاج تبقى عندك الحلول دي على طول. فهاني فتوح ما اظنش ان عليهم اي مشكله. يعني فتوح مشكلته طبعا الكبيره هي البدني والصحه، وانه ممكن ما يقدرش يكمل 90 دقيقه، ولكن كريم حافظ يعني انا بصراحه مش مقتنع بكريم حافظ خالص. يعني شايف ان هو كروساته وحشه ولعيب يعني مش عارف. اصل هو في كوره امبارح النهارده سوري يعني كانت هي هنا وخدها كده عشان يعدلها على يمينه، وهي اصلا كانت على شماله، وهو اصلا هيرفع بشماله حاجه كده غبيه يعني. فاتعصبت جدا في الكوره دي. فبالنسبه لي هو بيفكر كذا مره ومش سريع هو فتوح أحسن منه مليون في المِيّة يعني. طبعًا مروان عطية لا خلاف عليه، لعيب ده ما يخرجش من الملعب، مسمار، لعيب جامد، لعيب وتد، لعيب عنده vision، لعيب رايق أوي يا جماعة، رايق أوي، 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 وباين الquality، يعني باين إن ده لعيب فارق، باين إن هو لعيب جامد. فمروان عطية طبعًا لا خلاف عليه يعني. طبعًا مصطفى شوبير نسيت أتكلم عليه. مصطفى شوبير يعني حارس معلِّم بصراحة وجامد. أنا قُلت كنت منزّل فيديو على الفيسبوك باقول النفخ وما النفخ، هو الناس بتنفخ فيه ودي حقيقة، بس هو واضح إن هو ما بيفرقش معاه، هو بيلعب وبيتمرّن ومش فارق له حتى النفخ ده بالنسبة له لا شيء يعني. أنا بالعب وبأدّي اللي عليَّ وخلاص، فده بالنسبة لي فشابوه يعني مصطفى شوبير. طبعًا هجوم وتعالَ لي بقى على هيثم حسن ومرموش وزيكو طبعًا هنتكلم عليه يعني، والتبديلات أكيد يعني. طب خلّيني بقى أتكلّم عن هيثم حسن. أنا ما اتكلّمتش عليه طبعًا من ساعة ماتش السعودية، ما اتكلّمتش عليه تمامًا، فمحتاج أتكلّم شوية على هيثم حسن. هيثم حسن هو لعيب كويس، طبعًا أنتم عارفين حُبّي الشديد لصلاح، ولكنّي أنا مش يعني مش هاجزم بهيثم حسن ولا هاجزم بيه الأرض، لكن أنا هاتكلّم بكل منطقية يعني. هيثم حسن هو لعيب كويس، لعيب عادي، لعيب 6/10. ولكنه مش أحسن لعيب في العالم، ولكنه مش أحسن من صلاح. خلّينا يا جماعة نتكلّم بمنطق بقى. كفاية نفخ، 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 كفاية نفخ في اللعيبة. مش ممكن أول ماتش قدّام السعودية الراجل عدّى عمل تمريرة صلاح في 2018 كان بيعملها صباح وليل، عدّى بس في كورة قال لك هيثم حسن نجم منتخب مصر، ويقعّد صلاح دكة، ما ينفعش هيثم حسن يقعد دكة وصلاح يلعب. يا نهار أسود! يا نهار أسود! إحنا وصلنا للدرجة دي! وصلنا لدرجة يعني إحنا لعيب بيعمل basics الكورة اللي هي أ، ب، اللي هو هاخد الكورة وهاعدّي وهاعمل كده وأروح، دي بقت إنجاز، دي بقت تقعّد صلاح، دي بقت تقعّد كابتن فريقك تاني هدافين التاريخيين لمنتخبك يقعد دكة عشان واحد بيعمل basics الكورة. للدرجة دي أنت الغيرة والحقد عميق، عميق مخلّيك مش مركّز كورة. إيه يا جماعة، إيه يا جماعة، لأ يا جماعة زيزو بيعمل كده. زيزو اللي الناس مش طايقاه بيعمل نفس الكلام، بياخد الكورة عادي ممكن يرقّص ويعدّي وسريع وحلو. إيه الميزة اللي عند هيثم حسن؟ لعيب كويس قشطة ما عنديش مشكلة، ولكن هو مش أحسن لعيب يعني في العالم، هو مش أحسن لعيب في فرقتك أصلًا. يعني هو في فرقتك مش أحسن لعيب، وفي مركزه مش أحسن لعيب. يعني وفي فرقته أوسخ لعيب، sorry يعني. بجد خُش يا جماعة على جماهير ريال أوفيدو، أنا بقى باشوف عشان طبعًا أعرف أتكلّم. جماهير ريال أوفيدو نازلة سَب وقَذف في هيثم حسن. ده هابط بفريقه يا جماعة، دِنكة في فرقته، حرام. يا جماعة أنتم بتجننونا. الراجل النهارده خلاص هو النهارده، الراجل النهارده ما فيش أي حاجة مؤثّرة عملها. يعني صلاح لمّا نزل ساحب معاه كام لعيب، في خطورة، البرازيل بدأت ترجع شوية تتراجع، عشان في صلاح، عشان ممكن بكورة عدّى فيها يلعبها لمرموش، يعمل مش عارف إيه، عنده باص، عنده لمسة، سريع. صلاح كفاية إن هو في الملعب أصلًا، كفاية إن هو في الملعب، كفاية الاحترام، الكاميرا بتيجي عليه الناس بتصوّت. هو أمريكا يا جماعة، أمريكا، تمام، أنتم مقتنعين؟ ف ف فهيثم حسن أنا بالنسبة لي لعيب عادي، وكفاية نفخ، وكفاية تقليل من صلاح عشان الموضوع بقى مستفز. الناس بقت تخش، أنا بقيت أخش بعد الماتش، بقيت باعرف أخش من الكلام. يقول لك صلاح لا يستحق يلعب في المنتخب، صلاح يقعد دكة، المنتخب كان شكله أحسن قبل صلاح، المنتخب ما شاطش ولا شاط على الجون ها؟ إحنا تقريبًا شُطنا شوطين في الشوط التاني،
إحنا كل اللي عملناه الشوط الأولاني جبنا جول من غلطة ماركينيوس بس، خلاص انتهينا، طول الشوط بندافع، كلها اجتهادات كده بنحاول بقى كده إيه نمنكش، نحاول نعدّي بس. صلاح الشوط التاني نزل حط مرة واحدة مرموش، مرة واحدة مش عارف مين، مرة واحدة إمام، في شغل، في شغل، وده اللي أنا عايز أقوله، إن إحنا محتاجين نلعب وكمان تغييرة الخطة ال5 ورا دي، سيبنا من هيثم حسن بقى، تغييرة الخطة ال5 ورا دي كارثة، وما ينفعش نلعب ب5 ورا قدام بلجيكا، نلعب ب4، أنت ما لكش الشكل ب5 ورا دي، وما لكش أي منظر، ما بتعرفش تطلع بالكورة، الفرقة كلها عاملة كده في 18، أنت ما عندكش أي حلول، وساب صلاح ومرموش لوحدهم، ما فيش أي إنتاج، ما فيش أي production، ما فيش أي حاجة، في 7 لعيبة واقفين في الدفاع، وفي بقية اللعيبة واقفة هناك. مش معقول، ده مستحيل يعني، ده مش منطق، ف5 ورا قدام بلجيكا مش هتنفع ومش هنجني منها أي شيء، 4 ورا تلعب لعبك قدام البرازيل الشوط الأولاني حلو أوي، تخطف جون، تلعب على المرتدات، تقفّل، تضرب بخطوط، صلاح، مرموش، أي حاجة، ومرموش كفاية أنانية، مرموش كفاية أنانية، مش ممكن أناني، 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 كل كورة عايز يخش ويرقّص، نفس الكلام برضه على إبراهيم عادل، إبراهيم عادل برضه كل كورة عايز يعدّي ويرقّص يا جماعة إحنا بنلعب في كاس العالم، عايزين نخلص من الكورة بسرعة، بلاش الباصات بتاعة فتوح وهاني دي اللي هي تك، تك، والباص طالع يعني بالضلين منكم عشان تاخد أنت التو، لأ باصي باصة صح، ركّز في الباصات، تسرّع الريتم، حسام حسن لازم يفهّمهم إن إحنا في كاس العالم، لازم تسريع الريتم، لازم الكورة تبقى سريعة، لازم نضغط، لازم نعمل، ما ينفعش نبقى بنباصي باصات ومش واخد بالي من اللي في ضهري، لازم أعمل scan في الملعب لمّا أستلم الكورة، لازم اللعيب اللي بيباصي لي يبقى واخد باله أنا ورايا كام لعيب حتى لو أنا مش واخد بالي، ف ففي حاجات كده ماتش البرازيل يعني هو ماتش البرازيل بالنسبة لي هو تجربة مميزة جدًا، عرّفتنا مشاكلنا وسهل أوي حلّها مش صعب، صدقوني مش صعب إن إحنا نحل مشاكل ماتش البرازيل دي، مشاكل بسيطة، مشاكل تقنية بسيطة يعني يعني سهل إن أنت تحلّها، شوية في الباصات، شوية في الاستلامات، شوية في سرعة في الإدراك، كلّها حاجات بسيطة يعني، فخير إن شاء الله، وأنا متفائل، يعني أنا متفائل إن إحنا إن شاء الله هنطلع أول من المجموعة دي، سهلة ومش صعبة يا جماعة صدقوني والله العظيم، تكسب بلجيكا مش صعبة، أنت عملت ماتش قدام البرازيل وفرقة هي أقوى من بلجيكا بكتير، فمش صعب عليك إنك تعمل ماتش قدام بلجيكا كويس، نيوزيلندا فرقة عبيطة طبعًا، هايتي اديتهم 5 يعني، فأنت عيب عليك لو ما اديتلهمش 6، عندك إيران فرقة قشطة يعني سهل برضه، مش صعب، منتخب يمكن شبه كوت ديفوار مثلًا عندك هنا في أفريقيا، منتخب سهل إن أنت تكسبه مش صعب، يعني أنا شايف إن إحنا إن شاء الله هيكون لينا حاجة كويسة في كأس العالم ده، عندي أمل وعندي ثقة يعني زي ما كنت في أفريقيا إن شاء الله، الحمد لله الفرقة ما خذلتنيش، وما أعتقدش إن هم هيخذلونا إن شاء الله في كأس العالم ده، فبالتوفيق إن شاء الله يعني، وزيكو طبعًا تتكلم عليه، هو لعيب مميز أوي ومن اكتشافات البطولة دي، وأعتقد إن هو هيبقى ليه بصمة كبيرة، كبيرة، كبيرة أوي، أوي في البطولة دي، وافتكروا وبس كده هو ده اللي أقدر أقوله على منتخب مصر، إن شاء الله يعني لو قدرت هابقى أعمل فيديو يعني للمنتخبات العربية التانية بقى المغرب وتونس والأردن، يعني ما وعدتكوش ولكني هاحاول يعني أبطّل تخاذل وأبطّل لا مؤاخذة يعني إن أنا يالّا بلاش بقى عشان ما يجيليش strike أو أي حاجة، فأنتم عارفين يعني إن شاء الله هاحاول أبطّل اللي أنا باعمله ده وأصوّر فيديوهات، وإن شاء الله طبعًا بعد كل ماتش لمصر هابقى أطلع أتكلّم وأقول كل حاجة وأقول رأيي في الماتشات، لو مبسوط هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعّل جرس التنبيهات وتشيّر الفيديو لكل حتّة، وتعمل لي follow على الفيسبوك لازم، وتعمل follow على التيك توك، وإن شاء الله الفيديوهات مش هتقف، وهارجع أنزّل تاني فيديوهات إن شاء الله، وتابعني على الفيس عشان أنا إيه كل أول بأول إيه بانزّل بوستات كده، يالّا سلام.